السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ووصفة جديدة معنا النهاردة من وصفات مطبخ رودي على اليوتيوب. والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة يومية، كيكة اقتصادية سهلة خالص، اقتصادية على الاخر. هنعملها ببيضتين بس هتعملي اجمل كيكة في الدنيا. طعمها بجد رهيب، كمان طرية وهشة على الاخر، لونها فاتح من جوه. الناس اللي بتشتكي ان الكيكة بتطلع معاها غامقة، النهاردة هنعملها بطريقة سهلة جدا وبسيطة. يلا بينا نبدأ ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونروح للطريقة والمقادير. عندي بقى المقادير، أنا عندي كوبايتين من الدقيق، نخلتهم كويس جدا، نخلتهم مرة واتنين وتلاتة علشان يديني نتيجة أحسن للكيكة. وعندي كمان كوباية حليب دافية، كوباية إلا ربع زيت، كوباية سكر، بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، وربع كوباية مية، رشة ملح صغيرة، معلقة كبيرة خل، معلقة كبيرة بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة فانيليا. مقادير سهلة خالص وبسيطة. اول خطوة انا هعملها، هضيف معلقة الخل لكوباية اللبن اللي عندي. ليه انا عملت كده؟ علشان معلقة الخل هتحول لي كوباية اللبن دي من كوباية لبن عادي للبن رايب. خلاص، هيديكي نتيجة حلوة جدا للكيك. الكيك بتاعك هيطلع هش وطري على الاخر. خلاص، بعد كده بقى في بولة هضيف بيضتين بدرجة حرارة المطبخ، ويفضل ان البيض وكل المكونات بتاعتك تكون بدرجة حرارة المطبخ. بعد ما ضفت البيضتين هضيف معاهم كوباية سكر، وهضيف نص معلقة صغيرة من الفانيليا بالمضرب الكهرباء بقى. وهبدأ ان انا اخلط، هخلط كويس جدا لحد ما اتأكد ان السكر داب تماما مع البيض، وهيتغير لونه من اللون ده للون الفاتح اللي احنا هنشوفه دلوقتي حالا. خلاص اهو، بعد ما ضربته كويس جدا وخلاص السكر داب خالص في قلب البيض ولونه افتحي معايا بالشكل ده. عندي بقى كوباية الا ربع من الزيت، انا مش هضيفها كلها مرة واحدة، هضيفها تدريجيا. خلاص، لما بتضيف الزيت يعني شوية بشوية بيديكي نتيجة اكتر احسن للكيك، والبيض بتاعك بيرفع معاكي اكتر. خلاص، يبقى انا هضيف الزيت بتاعي تدريجيا، هضيف شوية وهخلط والمضرب شغال مش هفصله خالص. وبعد كده اول ما اتاكد او احس ان الزيت اختفى تماما مع البيض والسكر، هبدأ ان انا اضيف شوية كمان لحد ما اخلص كل كمية الزيت اللي معايا. خلاص، بعد ما ضفت الزيت اللي معايا اللي هي الكوباية الا ربع، هقلب بقى كويس بالشكل ده. وبعد كده هضيف كوباية اللبن اللي معايا. خلاص، ادي كوباية اللبن اهي، بعد ما ضفت لها معلقة الخل هتحس ان هي اتحولت شوية للبن رايب. خلاص، لو انا سبتها شوية كمان كانت هتتقل اكتر. ضفتها هنا على البيض والسكر، وهبدأ ان انا اقلب كويس. ممكن في المرحلة دي تستغني عن المضرب الكهرباء خالص وتستخدمي المضرب اليدوي العادي. انا هكمل بقى الكيكة كلها بالمضرب الكهرباء وهقلب كويس بالشكل ده. بعد كده هضيف ربع كوباية من المية، ممكن بدال المية العادية تستخدمي البيبسي. خلاص، وضفت كمان رشة صغيرة من الملح وهقلب كويس. بعد كده بقى هضيف الدقيق، هنخله. طبعا انا نخلاه في الاول قبل ما استخدمه، بس هنخله كمان مرة. كل ما بتنخلي الدقيق اكتر بتدخلي هواء جواه اكتر وبيديكي نتيجة حلوة للكيكة. هضيف كمان معاه معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهنخل بالشكل ده. وبعد كده بالمضرب الكهرباء، وممكن كمان تستخدمي في المرحلة دي المضرب اليدوي. انا هكمل بقى الكيكة كلها بالمضرب الكهرباء، هضرب على اقل سرعة لحد ما اتأكد ان كل الدقيق اختفى تماما ومبقاش فيه بقى اي تكتلات ولا اي دقيق باين خالص معايا في الكيكة. هضربه كويس بالشكل ده على اقل سرعة.
وكده تمام، الكيكة بتاعتي بقت جاهزة بالسباتيولا بقى، وهبدأ ان انا اقلب من تحت لفوق بالشكل ده علشان اتأكد ان مفيش عندي بواقي دقيق لازقة عندي في البولة، وكمان الخليط بتاعي بقى سلس كده ومفيهوش اي كتل من الدقيق ولا اي حاجة خالص. خلاص كده تمام. عندي بقى الصينية اللي انا هدخلها الفرن، حطيت في القلب كده في قلب الصينية ورقة من الزبدة، ممكن تدهنيها بزبدة أو وترشيها بشوية من الدقيق. أنا حطيت ورقة من الزبدة وبدأت إن أنا أحط الكيكة بتاعتي في قلب الصينية. وطبعا انا مشغله الفرن بتاعي من قبل ما ابدا في الكيكه، يعني لازم الفرن بتاعك تكوني مسخناه كويس جدا علشان الكيكه بتاعتك تطلع ناجحه معاكي وما تهبطش منك. هخبطها بس خبطتين 3 كده على الرخامه، وبعدين هدخلها الفرن على الرف الوسطاني على درجه حراره 180 لحد ما تستوي من تحت، وبعدين بتشغلي عليها الشوايه لو هي ما اخدتش لون من فوق، وبتخرج معايا وبتبقى بالشكل ده. بتختبري بقى الكيكة بتاعتك بمثلا عود شيش طاووق او بسكينة من النص كده، لو طلعت معاكي نظيفة ما عليهاش اي بواقي كيكة تبقى كده الكيكة بتاعتك استوت وبقت زي الفل. هشيلها بس كده من قلب الصينية. هبدأ بقى ان انا اقلبها كده علشان اشيل ورقة الزبدة اللي انا كنت حطاها في قلب الصينية. شايفين بقى التسوية بتاعتها واخدة تسوية مظبوطة جدا. شايفين اهو، كمان الكيكة خفيفة خالص وهشة وزي الفل. هقلبها بقى على الجنب التاني علشان هزينها من فوق. التزيين ده على حسب راحتك، ممكن تسيبيها سادة زي ما هي. انا كان عندي هنا معلقة من المربى، هدهنها كده على الكيكة من فوق، بتديها طعم حلو، وكمان علشان التزيين او الحاجة اللي انا هرشها عليها من فوق تثبت معايا اكتر. دهنتها كده بمعلقة من المربى بالشكل ده. وعندي بقى شوية من السوداني طحنتهم شوية في الكبة وهرشها على الكيكة من فوق. ممكن تستخدمي جوز هند، ممكن تسيبيها سادة من غير اي حاجة خالص، بس انا حبيت ان انا اكسر اللون بتاعها شوية، فدهنتها بمعلقة من المربى ورشيت عليها شوية من السوداني المجروش بالشكل ده. ودي الكيكة بتاعتنا بقت جاهزة. انا استخدمت هنا الصينية مقاس 24، لو انت استخدمت صينية اصغر من كده هتطلع معاكي مرتفعة ومنتفخة معاكي اكتر من كده بكتير. خلاص، استنيت طبعا عليها لما بردت خالص وبعدين قطعتها بالشكل ده. شايفين بقى الكيكة بتاعتنا قد ايه هي هشة وطرية بجد. هتعمليها هتنجح معاكي من اول مرة. وادي الكيكة بقى من جوه، شايفين هي فاتحة ازاي، قد ايه هي هشة وطرية. وكمان لو انتي استخدمتي بدال استبدلتي ربع كوباية المية العادية بربع كوباية من البيبسي هتطلع معاكي منتفخة وهشة على الآخر. شايفين الكيكة من جوه بقى عاملة ازاي، لونها فاتح، هشة جدا، طرية جدا. ان شاء الله تجربوها بنفس الطريقة دي ومتأكدة ان هي هتعجبكم. واحسن حاجة فيها ان هي اقتصادية خالص، يعني ببيضتين بس هتعملي اجمل كيكة في الدنيا. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، فيديو سهل جدا وبسيط. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات جاية كتير، بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان يوصلوا كل فيديوهاتي بكل سهولة. اشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.